السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم. إن شاء الله طبعا النهارده كالعادة صابرين من الصبح يعني، بس إن شاء الله المطبخ النهارده يبقى جميل يعني، شكله جميل وخفيف كمان. الخشمونيوم أفضل حاجة في الخشمونيوم الألوان الغامقة، كنت قلقان جدا وأنا بعمل المطبخ ده لأن لونه فاتح شوية عن الألوان الغامقة المعتادة في الخشمونيوم، بس ما شاء الله طلع في الآخر ظريف جدا، حتى الإضاءة يعني هي اللي مبينة الشكل كمان، ما شاء الله شكله جميل يعني. بعد كده فتحه الحلة موجودة بره، انت بتعملها كده في هنا فلتر تحت الحلة، ضرفة عفواية ضيق ضرفة، تركيبه بسيط جدا جدا بس هو متناسق وشكله جميل يعني. ضرفة قلاء ضرفة قلاء ركنة ما شاء الله، حجمها واسع جدا جدا، تاخد أي مساحة، تاخد أي حاجة في التخزين. طبعا مع كمان المساحة المتخزنة تحت مايكرويف. الميكرويف كان هياخد مساحة من الرخامة، لا احنا كده استخدمنا جزء من الرخامة وشكله جميل في الركنة يعني. هنا وحدة برضه متبادلة إضاءة رفوف مفتوحة عشان الأكسسوارز والحاجات اللي هي إيه، حاجات صغيرة بتتعرض دي. في العمود ده بس احنا الحمد لله ما ضايقناش في أي حاجة يعني، كأنه مش موجود. ترولي طبعا استخدامات الترولي متعددة جدا وعارفينها يعني. ده خزين بقى، ضرفة كبيرة جدا، لو خدنا بالنا كمان من عمق الضرفة ما شاء الله يعني تاخد أي حاجة، ودي ضرفة علوية، الضرفة السفلية كمان هي اللي بتبقى كبيرة، لا احنا عندنا ضرفة علوية برضه عميقة وكبيرة. ده خزين كبير جدا ياخد أي حاجة، وكمان الرف ده داخل لجوه لأن كان في جزء هنا مش هيستخدم، فلما بنعمل ضرفتين كده ورفوف مفتوحة داخل لجوه، خزين ياخد أي حاجة يعني، ممكن تحط فيه المواد الغذائية كلها في الحتة دي. ماشي، هنا برضه خزين تاني اهو، فما شاء الله في مساحة جميلة جدا للتخزين يعني. دول ضرفتين صغيرين، هو برضه خزين ممكن حاجات استخداماتها تقيلة قوي لأن دي خزين فوق التلاجة، مش كل شوية بنستعملها، ممكن يعني حاجات ايه استخداماتها تقيلة جدا في المطبخ، لكن الحاجات اللي استخداماتها سريعة واستخداماتها معتادة على طول هتبقى في الظرف اللي هي حوالين الايه الطبخ والشغل يعني. هنا مكان التلاجة موجودة بره بس هي مقاسها كبير ولسه ايه هيجهز لها قاعدة كويسة كده وتعملها يبقى مقاسها بالظبط على قد الواجب. طبعا وصلنا السبوتات كلها الإضاءة ووصلناها على ايه؟ على فيشة. ده كده مغير طبعا هو هيشيل فيشة بعد كده ان شاء الله، هيعمل هنا مفتاح بس احنا بنوصل له ايه؟ التاج برضه متصل ما شاء الله يعني ما خلناش العمود يحسسك ان المطبخ اتقطع، بالعكس المطبخ متصل تماما مفيش اي مشكلة فيه. كمان بالإضاءة شكله جميل جدا بالإضاءة، لونه معقول يعني. لسه كمان الرخام، الأكسسوارز، الأجهزة، وهنا البوتاجاز بين الشباكين دول كده، في النص هنا كده هيبقى فيه بوتاجاز، بس هم فضلوا إن البوتاجاز يبقى لوحده مفيش حاجة جنبه. أنا يعني ممكن كنت أضيف إن احنا نعمل تجهيزة للبوتاجاز قبل وبعد، والبوتاجاز في النص، والرخام يبقى حوالين البوتاجاز من قبل ومن بعد، لكن برضه هي راحة شخصية يعني، فأنا حبيت إن أنا برضه هم حابين كده، حابين يبقى في مساحة واسعة كتير، فحبيت إن أنا أنفذ لهم اللي هم عايزينه. بقى في شباكين هيركبوا هنا في وسطهم هنا الفلتر اللي هو البول ده كده، ده البوتاجاز، دي التلاجة، مساحة المطبخ جميلة جدا، حتى ممكن ياخد ترابيزة أو حاجة زي كده. أو من غير ما ياخد ترابيزة استخدامها هيبقى سلس جدا وجميل جدا. مفيش يعني اللي بيستخدم المطبخ مش هيبقى متضايق وهو إيه؟ هو بيستخدم. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.